بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. إن شاء الله النهاردة هقول لكم طريقة تمليح البسارية، طريقة سهلة وبسيطة، وفي خلال 4-5 أيام كده تفتحوا وتاكلوا منها بإذن الله. حاجة في منتهى الجمال والنظافة. هنجيب البسارية، هنغسلها كويس، ادي المية اللي نازلة منها اهي، ونترك البسارية من ساعة لساعتين تصفي ميتها واحدة واحدة كده، عشان طبعا لو فيها مية تعمل عفونة. ويا ريت ما تنسوناش اللايك الجميلة بتاعتكم واشتراككم، حاجة تشرفنا، وتعليقاتكم طبعا تهمنا جدا. بصوا بقى يا جماعة، بعد ما تركناها ساعتين بصوا المية اللي نازلة منها شكلها ايه. تخيلوا دي بقى لو في التمليح هتعمل عفونة وريحة مش لطيفة. هنشفها بقى كده واحدة واحدة. البسارية ما تقلبوهاش كتير عشان السمكة البسارية ديت بتتهرى بسرعة مهما كانت طازة وكده، علشان خاطر لو في اي بقايا مية المنديل يمتصها. خلاص كده هي تمام. هنجيب بقى مكونات: معلقة كركم كبيرة، معلقة شطة كبيرة، 4 معالق ونص ملح. كيلو البسارية بياخد 3 معالق، انا جايبة كيلو ونص فاخد 4 معالق ونص ملح. اهو حطينا الخليط عليها. نحط بقى من 3 معالق زيت ل4 معالق زيت كده، لان طبعا الزيت مادة حافظة، هو والكركم والشطة والملح طبعا، فكل دي مكونات بتساعد على ان ما يبقاش فيها تعفن، مع الحفاظ طبعا ان ما يكونش فيها ميه. نقلب بقى واحده واحده كده لحد ما تمتزج مع الخليط تماما. هنكون محضرين برطمان نضيف وفي نفس الوقت ما فيهوش ميه خالص. هنحط البسارية اهو. والله يا جماعه البسارية دي فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، كلها كالسيوم. هنحط بقى على الوش علشان خاطر ما يدخلش البرطمان هوا، هنحطه زيت ونحطه كده كيسة ونقفله على البرطمان كويس. لو عندكم استرتش قفلوا البرطمان كله باسترتش عشان ما يدخلهوش هوا. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده هو عيد سعيد علينا جميعا يا رب، وبألف هنا وشفا.